السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أبطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قولولي بقى، جاهزين لمغامرة النهاردة؟ يبقى يلا بينا. بعد ما عرفنا يا أبطال مع بعض موقع مصر المميز على الخريطة، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي المصريين القدماء بدأوا يعيشوا فيها وينظموا حياتهم فيها. وأول حاجة لازم نعرفها هو إن المصري القديم استقر أولا على ضفاف النيل. عارفين ضفاف يعني إيه؟ يعني جوانب، يعني استقروا على الأراضي اللي على يمين وشمال النهر. يبقى المصري القديم استقر على ضفاف نهر النيل. طب ليه يعني؟ اشمعنى ضفاف نهر النيل؟ عشان يزرع ويشرب. ليه بقى؟ لأن نهر النيل المية بتاعته عذبة وكلنا بنشرب منها، يبقى صالحة للشرب. وضفاف نهر النيل التربة بتاعتها خصبة. يعني ايه خصبة؟ يعني صالحة للزراعة، يعني يقدر يزرع وياكل. يبقى كده عرفنا ان المصري القديم استقر اولا على ضفاف نهر النيل. ليه؟ بسبب وفرة المياه العذبة. والمصري القديم استغل التربة الخصبة اللي على ضفاف النيل في الزراعة. يبقى ممكن يجي ويقولي بما تفسر المصري القديم استقر أولا على ضفاف النيل، يبقى ساعتها الإجابة هتكون بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة الصالحة للزراعة. المصري القديم عمل ايه بقى بعد كده؟ بدأ يبني مساكن، وشوية مساكن جنب بعض بقت تجمعات سكنية. والتجمعات السكنية لما بدأت تكتر شوية بقى اسمها قرية، ولما كترت أكتر بقى اسمها مدينة. بطل منكو بقى يقولي طب ايه الفرق بين القرية والمدينة؟ طب ما دي تجمعات سكنية ودي تجمعات سكنية، ايه الفرق بقى؟ أنا هقولك الفرق. القرية تجمع سكني بتتركز فيه أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات. يعني القرية تجمع سكني النشاط الرئيسي فيها الزراعة وتربية الحيوانات. طب والمدينة؟ المدينة برضو تجمع سكني تتركز فيه الخدمات والأنشطة. عارفين خدمات زي ايه؟ زي المدارس والجامعات والمستشفيات والمواصلات العامة والطرق والكباري وخدمات تانية كتير، كل ده في المدينة. طب والقرية ما فيهاش من الخدمات دي؟ لا فيها، بس بعض الخدمات بتتركز اكتر في المدينة عشان عدد سكانها كبير. يبقى المدينة بتتركز فيها الخدمات والأنشطة. أنشطة بقى زي ايه؟ زي الصناعة والتجارة. والمدينة كمان بتتكون من عدة أحياء كل منها له طابع خاص. طب يعني ايه كل حي من الأحياء ليه طابع خاص؟ يعني كل حي ليه اسم، وكل حي ليه رئيس أهل الحي بيلجأوا له عشان يحل لهم مشاكلهم. وكل حي ليه طابع خاص لأن البيوت كلها مش شبه بعض. في أحياء المباني اللي فيها قديمة جدا وتاريخية، وفي أحياء تانية المباني اللي فيها حديثة وعالية فيها أبراج. وفي مثلا حي تجاري مليان شركات ومحلات وبنوك. وفي حي سكني الطابع بتاعه بيبقى سكني وهادئ مفهوش أعمال. وفي حي سياحي الطابع بتاعه بيبقى تاريخي. يبقى المدينة بتتكون من عدة أحياء كل منها له طابع خاص. فهمنا؟ تمام. يبقى نقول تاني، القرية تجمع سكني تتركز فيها أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات. والمدينة تجمع سكني تتركز فيه الخدمات والأنشطة مثل الصناعة والتجارة، وتتكون من عدة أحياء كل منها له طابع خاص. أنا بقى عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا، إحنا ما نقدرش نستغنى عن القرية ولا نقدر نستغنى عن المدينة. ليه؟ لأن الاتنين بيكملوا بعض. يعني في علاقة بين المدينة والقرية. إيه بقى العلاقة اللي ما بينهم؟ القرية بتدي المدينة منتجات زراعية. زي إيه؟ عندك منتجات زراعية كتير، خضار وفاكهة ورز وقمح وقطن وغيرهم من المنتجات الزراعية. ما احنا قلنا إن النشاط الرئيسي في القرية هي الزراعة وتربية الحيوانات. والمدينة بتدي القرية خدمات ومنتجات صناعية. طب المدينة بتدي القرية خدمات زي ايه؟ ممكن مثلا خدمات صحية، لما حد في القرية يتعب ويحتاج مثلا يعمل عملية فبيروح المدينة في المستشفيات الضخمة اللي هناك.
وبتقدم كمان خدمات تعليمية، زي مثلا لو طالب اتخرج من المدرسة وعايز يدخل الجامعة بيروح الجامعة اللي في المدينة. وفي برضو خدمات مالية، زي مثلا أهل القرى كلهم بيحتاجوا إن هم يتعاملوا مع البنوك الكبيرة والشركات المالية اللي هيلاقوها فين؟ طبعا في المدينة. الحاجات دي مش عليكوا، أنا بس بشرح لكوا يعني إيه الخدمات اللي ممكن المدينة تقدمها للقرية. وقلنا إن المدينة بتقدم كمان منتجات صناعية. زي إيه مثلا من المنتجات الصناعية؟ زي مثلا جرار زراعي، الأدوات اللي بيستخدمها أهل القرية في الزراعة كلها هيجيبوها من المدينة. أهل القرى كمان أكيد بيحتاجوا أجهزة منزلية، زي التلفزيون والتلاجة والغسالة والتكييف والمروحة بيجيبوها من المدينة. وحاجات برضو زي الملابس والعربيات والأدوية، كل الحاجات دي منتجات صناعية بتقدمها المدينة للقرية. تمام كده يا أبطال؟ تمام. يبقى لما يجي يسألني ويقولي ما العلاقة بين المدينة والقرية، ساعتها هنقول إيه؟ تتبادل القرية والمدينة المنافع. يعني إيه تتبادل المنافع؟ يعني ما بينهم منفعة، يعني بيفيدوا بعض، يعني بيكملوا بعض، يعني ما يقدروش يستغنوا عن بعض. يبقى تتبادل القرية والمدينة المنافع، وبتستفيد المدينة من المنتجات الزراعية اللي بتوفرها القرية، وتستفيد القرية من الخدمات والمنتجات الصناعية اللي بتوفرها مين؟ المدينة. يبقى احنا كده يا أبطال عرفنا إن القرية تجمع سكني تتركز فيه أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات، والمدينة تجمع سكني تتركز فيه الخدمات والأنشطة، زي إيه؟ مثل الصناعة والتجارة، وتتكون من عدة أحياء كل منها له طابع خاص. والعلاقة بين المدينة والقرية إن المدينة بتستفيد من المنتجات الزراعية اللي بتوفرها القرية، والقرية بتستفيد من الخدمات والمنتجات الصناعية اللي بتوفرها المدينة. سهلة يا أبطال؟ سهلة. تعالوا بقى زي ما تعودنا بيبقى فيه شوية أسئلة عشان نثبت المعلومات في دماغنا. معانا أسئلة صح أم خطأ. وأول جملة معانا بتقول إيه؟ استقر المصري القديم بجوار نهر النيل لوفرة المياه العذبة. الإجابة هتبقى صح. شطار يا أبطال، لأن المصري القديم استقر على ضفاف النيل، اللي هو يعني بجوار نهر النيل. ليه؟ لوفرة المياه العذبة. وإيه كمان؟ التربة الخصبة الصالحة للزراعة. الجملة اللي بعدها تعد المدن مصدرا مهما للمنتجات الزراعية التي تحتاجها القرى. نركز كويس، المدن مصدر مهم للمنتجات الزراعية اللي بتحتاجها القرى. هي المدن مصدر للمنتجات الزراعية؟ الإجابة هتبقى خطأ. برافو عليكم، لأن المدن مصدر مهم للمنتجات الصناعية التي تحتاجها القرى. احنا قلنا ان المدن بتدي للقرى ايه؟ بتديها خدمات ومنتجات صناعية، لكن القرى هي اللي بتدي منتجات زراعية للمدن. تمام؟ تمام. الجملة اللي بعدها بتقول المدينة هي تجمع سكني تتركز فيه أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات. صح ولا غلط؟ المدينة هي اللي تجمع سكني بتتركز فيه أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات. الإجابة هتبقى خطأ. برافو عليكم، لأن القرية تجمع سكني وبتتركز فيه أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات. هايل يا أبطال. عايزة أقول لكم على حاجة مهمة قوي، إن مش كل المدن شكل بعض. مدن مصر بتختلف حسب مكانها. عندنا 3 أنواع رئيسية للمدن. عندنا مدن ضفاف نهر النيل، ومدن ساحلية، ومدن صحراوية. تعالوا ناخدها واحدة واحدة عشان ما نتلخبطش. مدن على ضفاف النيل يبقى مدن ايه؟ يعني مدن جنب نهر النيل على طول. طب زي ايه؟ زي القاهرة. وقلنا قبل كده ان القاهرة هي عاصمة مصر. يبقى احنا كده عرفنا معلومة مهمة جدا، ان القاهرة عاصمة مصر موجودة على ضفاف النيل. طيب وزي مين كمان؟ زي أسوان. طب تيجوا نشوف المدن دي على الخريطة. احنا أخدنا خريطة مصر وطبعا فاكرينها. قدامنا اهي على الخريطة القاهرة اللي هي عاصمة مصر موجودة على ضفاف نهر النيل. ومين كمان؟ قلنا أسوان. اهي أسوان اهي
موجودة برضو على ضفاف نهر النيل. طيب احنا كده قلنا مدن ضفاف نهر النيل اللي هي جنب نهر النيل على طول زي القاهرة وأسوان. طيب عندنا نوع كمان من المدن، مدن ساحلية. يعني ايه مدن ساحلية؟ يعني مدن على البحر. واحنا قلنا قبل كده ان مصر فيها بحرين، البحر المتوسط والبحر الأحمر. يعني مثلا من المدن اللي على البحر المتوسط الإسكندرية، طبعا كلنا عارفينها. وفي كمان مدينة اسمها بورسعيد، دي برضو موجودة على البحر المتوسط. تعالوا نشوفها على الخريطة، يلا بينا. اهو البحر المتوسط اهو، ودي اهي مدينة الإسكندرية، وادي مدينة بورسعيد، الاتنين على البحر المتوسط. يبقى مدينة الإسكندرية ومدينة بورسعيد موجودين على البحر المتوسط، يبقى هما من المدن الايه؟ من المدن الساحلية. واحنا عندنا كمان البحر الأحمر. طب زي ايه مثلا المدن اللي على البحر الأحمر؟ الغردقة أخدناها قبل كده، وشرم الشيخ. طبعا مفيش حد ما يعرفش شرم الشيخ. طيب مكانهم فين على الخريطة؟ تعالوا نشوف. اهي الغردقة اهي على البحر الأحمر وأخدناها قبل كده، وشرم الشيخ اهي على البحر الأحمر. شرم الشيخ من المدن المهمة اللي لازم تبقوا عارفين هي فين، حتى الأجانب عارفين مكانها فين، فبالك احنا المصريين لازم نبقى عارفين هي فين. هي هنا، هي في جنوب سيناء على البحر الأحمر. يبقى احنا كده أخدنا مدن ساحلية زي ايه؟ زي الإسكندرية وبورسعيد، دول على البحر الايه؟ على البحر المتوسط. طيب وزي ايه كمان؟ زي الغردقة وشرم الشيخ، موجودين فين؟ على ساحل البحر الأحمر. وعندنا كمان يا أبطال مدن صحراوية. يعني ايه مدن صحراوية؟ باينة من اسمها، يعني في الصحراء. طب زي مدينة ايه مثلا؟ مدينة الخارجة. طب مدينة الخارجة دي موجودة فين في الصحراء؟ تعالوا اوريكم. مدينة الخارجة هنا اهي في الصحراء، اهي مكانها اهي. يبقى مدينة الخارجة من المدن الايه؟ من المدن الصحراوية. يبقى احنا كده اتعلمنا حاجة مهمة جدا، ان مش كل المدن شكل بعض، وان مدن مصر بتختلف حسب ايه بقى؟ بتختلف حسب مكانها، حسب موقعها الجغرافي، حسب مكانها فين في مصر. لو المدينة جنب نهر النيل تبقى هي من مدن ايه؟ من مدن ضفاف نهر النيل. ولو المدينة على البحر، سواء البحر الأحمر أو البحر المتوسط، تبقى هي من ضمن المدن الساحلية. ولو هي مدينة في الصحراء تبقى من ضمن المدن الصحراوية. تمام كده يا أبطال؟ تمام. تعالوا بقى ناخد شوية أسئلة على الجزء ده. أول سؤال ده صح ولا غلط؟ تتنوع طبيعة المدن المصرية وفقا لموقعها، صح ولا غلط؟ برافو عليكم، الإجابة هتبقى صح، لأن احنا لسه قايلين دلوقتي إن شكل المدن بيختلف حسب موقعها وحسب مكانها فين في مصر. السؤال اللي بعده، أي مما يلي يعد مدينة صحراوية؟ الإسكندرية ولا القاهرة ولا الخارجة ولا بورسعيد؟ مدينة صحراوية. الإجابة هتبقى شطار، هايل، الخارجة، صح كده، مدينة الخارجة. طيب السؤال اللي بعده بيقول توجد مدينة أسوان على إيه؟ أكمل، على إيه؟ أيوة كده، توجد مدينة أسوان على ضفاف نهر النيل، شطار. بقول لكم إيه، أنا تعبت، انتوا ما تعبتوش؟ تعالوا بقى مع بعض ناخد نفس عميق، نستريح شوية، نقوم كده نفك عضلاتنا شوية ونرجع نكمل مغامرتنا. الحمد لله على السلامة يا أبطال، يلا بينا نكمل مغامرتنا، يلا بينا. تعالوا معايا بقى يا أبطال نتعرف مع بعض على استخدامات الأراضي. ايه استخدامات الأراضي دي؟ استخدامات الأراضي يعني المناطق. هنتعرف على حاجة جديدة اسمها المناطق. كل منطقة ليها استخدام، كل منطقة ليها فايدة بتفيد المدينة أو القرية اللي المنطقة دي فيها. واحدة واحدة. هناخد الأول المناطق الزراعية. من اسمها كده، المناطق الزراعية هتنتشر فين؟ هتكون موجودة فين؟ طبعا هتكون موجودة في القرى، هايل. يبقى المناطق الزراعية بتنتشر في القرى. وفي برضو شوية مدن، بعض المدن بيبقى فيها مناطق زراعية أو حواليها كده، يبقى المناطق الزراعية تنتشر في القرى وحول بعض المدن. وتعد هذه المناطق ثروة قومية يجب الحفاظ عليها. ليه المناطق الزراعية ثروة قومية ويجب الحفاظ عليها؟ لأنها تنتج المحاصيل والغذاء
مناطق زراعية وفيها أراضي زراعية هتدينا إيه؟ هتدينا طبعا محاصيل زراعية، والمحاصيل الزراعية دي إيه؟ غذاء، أكل. يبقى لأنها تنتج المحاصيل والغذاء سهلة، يبقى المناطق الزراعية تنتشر في القرى وحول بعض المدن، وتعد هذه المناطق ثروة قومية يجب الحفاظ عليها. تمام. عندنا كمان مناطق سياحية، برضو سهلة وباينة من اسمها. مناطق سياحية هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها معالم أثرية أو طبيعية بتجذب الزوار من داخل البلاد وخارجها. احنا عندنا في مصر معالم أثرية زي مثلا آثار المعابد والأهرامات والقصور وغيرها كتير من المعالم الأثرية. وعندنا كمان معالم طبيعية زي نهر النيل. نهر النيل ده لوحده من المعالم الطبيعية. وعندنا جبال، وعندنا محميات طبيعية، وعندنا معالم طبيعية كتير بتجذب الزوار من داخل وخارج البلاد. يبقى المناطق السياحية تحتوي على معالم أثرية أو طبيعية بتجذب الزوار من داخل البلاد وخارجها. وقلنا زي ايه؟ زي المتاحف والمعابد القديمة. والمناطق دي فايدتها ايه؟ زي ما قلنا بتسهم هذه المناطق في تنشيط السياحة، بتخلي السياح يجولنا هنا مصر، وبتوفر فرص عمل. وبما اننا بنتكلم دلوقتي عن السياحة، فانا عايزة اقول لكم ان المدن المصرية فيها اماكن سياحية واثرية مهمة جدا. زي ايه مثلا؟ زي الكنيسة المعلقة. اسمها غريب صح؟ عايزة اقول لكم انها من اقدم الكنائس في القاهرة. يبقى الكنيسة المعلقة موجودة فين؟ في القاهرة، وهي من أقدم الكنائس في القاهرة. طب ليه اسمها الكنيسة المعلقة؟ اسمها غريب أوي. هقول لكم اسمها المعلقة لأنها اتبنت بين برجين من بقايا حصن عسكري قديم، عشان كده لو شفتوها تحسوا إنها متعلقة كده فوق الأرض. بطل منكم يقولي ثواني، يعني إيه أصلا حصن عسكري؟ أنا هقولك يعني إيه حصن عسكري، بس دي معلومة عامة. زمان كان في حروب كتير هناخدها بعدين. المهم ان الجنود كانوا بيبنوا حصون علشان يحموا نفسهم من الأعداء. الحصون دي كانت بتبقى أسوار عالية وسميكة جدا. فالبرجين اللي اتبنى بينهم الكنيسة المعلقة كانوا من بقايا حصن عسكري قديم، والكنيسة دي اتبنت ما بين البرجين دول. قلنا علشان كده تبدو معلقة فوق الأرض. يبقى لو جه وقال لي بما تفسر سميت الكنيسة المعلقة بهذا الاسم، ساعتها هنقول لأنها بنيت بين برجين من بقايا حصن عسكري قديم، لذلك تبدو كأنها معلقة فوق الأرض. وقلنا إن الكنيسة المعلقة تعد من أقدم الكنائس في القاهرة. عايزة أقول لكم على مكان تاني مهم جدا إن انتوا تعرفوه، جامع عمرو بن العاص. ده أول جامع أقيم في مصر وفي إفريقيا، يعني هو أول جامع اتبنى في مصر وفي قارة إفريقيا كلها. طيب مين اللي بناه؟ هو اسمه جامع عمرو بن العاص، يبقى مين اللي بناه؟ عمرو بن العاص. بناه إمتى؟ بناه بعد الفتح الإسلامي لمصر، وجامع عمرو بن العاص موجود في القاهرة. بطل منكم يقولي إيه ده؟ إيه الفتح الإسلامي ده؟ أنا مش فاهم. هقولك إيه الفتح الإسلامي ده، بس دي برضو معلومة عامة مش عليكم دلوقتي، هتاخدوها بعدين. أحب أقول لكم إن مصر زمان ما كانتش دولة إسلامية أصلا، ولما سيدنا عمرو بن العاص دخل مصر بالجيش الإسلامي بتاعه بنسمي اليوم ده فتح إسلامي لمصر. من ساعتها وإحنا بقينا دولة إسلامية. ولما عمرو بن العاص دخل مصر بنى هناك جامع عمرو بن العاص، وده أول جامع أقيم في مصر وفي إفريقيا. بناه عمرو بن العاص بعد الفتح الإسلامي لمصر. موجود فين الجامع ده؟ موجود في القاهرة. يبقى احنا كده أخدنا الكنيسة المعلقة وجامع عمرو بن العاص، ودي من الأماكن السياحية والأثرية المهمة جدا. تمام كده يا أبطال؟ تمام. نرجع تاني نتكلم عن المناطق. احنا أخدنا المناطق الزراعية، وأخدنا كمان المناطق السياحية، وعندنا كمان مناطق صناعية. ايه المناطق الصناعية دي؟ باينة جدا من اسمها، مخصصة لإقامة المصانع التي توفر المنتجات المتنوعة. المصانع بتوفر لنا منتجات كتير. طيب المناطق الصناعية دي بتبقى موجودة فين بالظبط؟ عادة بتبقى موجودة على أطراف المدن، بتبقى بعيدة عن المناطق السكنية. ليه؟ عشان تقلل التلوث.
يعني ايه أطراف المدن؟ بصوا يا أبطال، احنا عندنا المدينة اهي، عندنا قلب المدينة وأطراف المدينة. قلب المدينة دي بتبقى فيها المناطق الزراعية والسكنية والسياحية وغيرها، لكن أطراف المدينة اللي هي على آخر المدينة كده، على حافة المدينة أو على حرف المدينة، يعني في آخر المدينة كده، بتبقى مناطق صناعية. ليه؟ عشان تبقى بعيدة عن المناطق السكنية اللي موجودة في قلب المدينة. ليه؟ لما تبقى بعيدة ايه اللي هيحصل؟ يعني هيقل التلوث البيئي. المصانع بتطلع دخان، والمصانع ليها مخلفات، والحاجات دي طبعا لازم تبقى بعيدة عن السكان تماما، يا إما هتسبب أمراض. يبقى المناطق الصناعية مخصصة لإقامة المصانع التي توفر المنتجات المتنوعة، والمناطق الصناعية عادة بتكون موجودة على أطراف المدن وبتبقى بعيدة عن المناطق السكنية عشان تقلل التلوث البيئي. عندنا كمان المناطق السكنية، طبعا برضو باينة من اسمها، مخصصة لبناء المنازل التي يعيش فيها السكان وتتوفر فيها الخدمات الأساسية. زي إيه الخدمات الأساسية؟ زي المدارس والمستشفيات. يبقى المناطق السكنية مخصصة لبناء المنازل التي يعيش فيها السكان وتتوفر فيها الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات. آخر حاجة بقى في المناطق، ودي مناطق احنا كلنا بنحبها وبنموت فيها، مناطق ترفيهية. باينة طبعا من اسمها، مخصصة للتنزه عشان نتفسح. زي ايه؟ زي الأندية الرياضية، زي الحدائق العامة الكبرى، ودي بتكون غالبا موجودة في قلب المدن وتعمل على تنقية الهواء. يعني ايه تنقية الهواء؟ بتعمل على تنقية الهواء ازاي؟ هقولكوا. الناس بتروح مناطق ترفيهية ليه؟ انتوا بتخرجوا تتفسحوا ليه؟ عشان تشموا هوا. هو ده تعمل على تنقية الهواء، اللي هو تشموا هوا نضيف، لأن الحدائق والأندية فيها أشجار ونباتات بتمتص الدخان والهواء الملوث اللي هو ثاني أكسيد الكربون، وبتدينا مكانه أكسجين، يعني بتاخد الهواء الملوث وتدينا هواء صحي. يبقى المناطق الترفيهية مخصصة للتنزه مثل الأندية الرياضية والحدائق العامة الكبرى، وتوجد غالبا في قلب المدن وتعمل على تنقية الهواء. سهلة يا أبطال؟ سهلة. تيجوا بقى نحل مع بعض شوية أسئلة؟ يلا بينا. أول سؤال: تتركز الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات في المناطق الإيه؟ الخدمات الأساسية زي المدارس والمستشفيات بتبقى موجودة فين؟ في أي منطقة من المناطق اللي احنا قلناها دي؟ شطار، في المناطق السكنية، برافو عليكم. اللي بعده: توجد الكنيسة المعلقة في مدينة ايه؟ الإسكندرية ولا بورسعيد ولا القاهرة ولا الغردقة؟ سهلة دي، الكنيسة المعلقة قلنا فين؟ هايل، أيوة كده، موجودة في القاهرة، برافو عليكم. احنا قلنا ان الكنيسة المعلقة تعد من أقدم الكنائس في القاهرة. طيب اللي بعده: يتم بناء المصانع غالبا على أطراف المدينة بعيدا عن المناطق السكنية لتقليل ايه؟ لتقليل الازدحام ولا التلوث ولا الإنتاج ولا الخدمات؟ احنا قلنا المصانع بنبنيها على أطراف المدينة. ليه؟ برافو عليكم، لتقليل التلوث. هايل. السؤال اللي بعد كده بيقول: فسر. تعد المناطق الزراعية ثروة قومية. احنا قلنا قبل كده فسر اللي هي بما تفسر. يعني ليه المناطق الزراعية ثروة قومية؟ شطار يا أبطال، برافو عليكم، لأنها تنتج المحاصيل والغذاء. السؤال اللي بعده ده بقى محتاج ايه؟ تفكير شوية. ماذا يحدث إذا تم تحويل منطقة زراعية إلى منطقة صناعية؟ ايه اللي هيحصل لو المنطقة الزراعية اللي بتجيب لنا محاصيل زراعية وغذاء اتحولت وبقت منطقة صناعية؟ أول حاجة لازم نشوفها، هو دي حاجة حلوة أصلا ولا وحشة؟ المنطقة الزراعية تبقى منطقة صناعية، دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ مش عارفين صح؟ طب تعالوا نحسبها. المناطق الزراعية فيها أراضي زراعية، فاحنا هنشيل الأراضي الزراعية اللي بتجيب لنا أكل وهنبني مكانها مصانع. يبقى ده معناها إيه؟ معناها إن الأكل هيقل. المصانع بتجيب إيه؟ بتجيب منتجات حلوة قوي، بس قلنا بتعمل إيه كمان؟ بتعمل تلوث بيئي، يبقى التلوث هيزيد. يبقى للأسف دي مش حاجة حلوة. يبقى ساعتها هنقول سيؤدي ذلك إلى نقص الغذاء والمحاصيل الزراعية،
وزيادة التلوث البيئي. لو احنا يا أبطال عايزين نعمل مصانع، أهلا وسهلا، مفيش مشكلة، أرض الله واسعة، لكن نشيل منطقة زراعية ونحولها تبقى منطقة صناعية دي حاجة وحشة. فهمتوا؟ تمام. احنا كده يا أبطال الحمد لله خلصنا مغامرة النهاردة. تيجوا نراجع مع بعض أهم المعلومات اللي احنا أخدناها. يلا بينا. أول حاجة أخدناها مع بعض وعرفناها إن المصري القديم استقر أولا على ضفاف النيل بسبب وفرة المياه، وإن هو استغل التربة الخصبة في الزراعة وبنوا مساكن جنب بعض، بالتالي نشأت القرى والمدن. وعرفنا إن القرية هي تجمع سكني تتركز فيه أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات، وعرفنا إن المدينة تجمع سكني تتركز فيه الخدمات والأنشطة مثل الصناعة والتجارة، وتتكون من عدة أحياء كل منها له طابع خاص. وقلنا إن تتبادل القرية والمدينة المنافع، تستفيد المدينة من المنتجات الزراعية التي توفرها القرية، وتستفيد القرية من الخدمات والمنتجات الصناعية التي توفرها المدينة. وعرفنا إن طبيعة المدن وشكل المدن بيختلف حسب موقعها وحسب مكانها فين في مصر. عندنا مدن ضفاف نهر النيل زي القاهرة وأسوان، وعندنا كمان مدن ساحلية زي الإسكندرية وبورسعيد اللي على البحر المتوسط، والغردقة وشرم الشيخ اللي على ساحل البحر الأحمر. وعندنا كمان مدن صحراوية زي مدينة الخارجة. وعرفنا كمان استخدامات الأراضي اللي هي المناطق، وكل منطقة فايدتها وإن احنا ما نقدرش نستغنى عن المناطق دي. عندنا مناطق زراعية تنتشر في القرى وحول بعض المدن، وتعد هذه المناطق ثروة قومية يجب الحفاظ عليها. ليه؟ لأنها تنتج المحاصيل والغذاء. وعندنا مناطق سياحية تحتوي على معالم أثرية أو طبيعية بتجذب الزوار من داخل البلاد وخارجها زي المتاحف والمعابد القديمة، وتسهم هذه المناطق في تنشيط السياحة وتوفير فرص العمل. وقلنا إن المدن المصرية فيها أماكن سياحية وأثرية مهمة زي الكنيسة المعلقة، سميت بالمعلقة لأنها بنيت بين برجين من بقايا حصن عسكري قديم، لذلك تبدو كأنها معلقة فوق الأرض، وتعد من أقدم الكنائس في القاهرة. وزي جامع عمرو بن العاص، أول جامع أقيم في مصر وفي إفريقيا، بناه عمرو بن العاص بعد الفتح الإسلامي لمصر، ويوجد في القاهرة. وعندنا كمان مناطق صناعية مخصصة لإقامة المصانع التي توفر المنتجات المتنوعة، وتوجد عادة على أطراف المدن وبعيدا عن المناطق السكنية. ليه؟ لتقليل التلوث البيئي. وعندنا كمان المناطق السكنية مخصصة لبناء المنازل التي يعيش فيها السكان، وتتوفر فيها الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات. وآخر حاجة هي المناطق الترفيهية مخصصة للتنزه مثل الأندية الرياضية والحدائق العامة الكبرى، وتوجد غالبا في قلب المدن وتعمل على تنقية الهواء. تمام كده يا أبطال؟ سهلة؟ سهل. طبعا لو محتاجين أي حاجة، أي استفسار أو عايزين تسألوا أي سؤال، تقدروا تتواصلوا معايا على الفيس وعلى الواتس. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ونتقابل على خير في مغامرة جديدة. مع السلامة يا أبطال.